ربي إن شاء الله هالسنة ما ينزل مطر. الحمد لله صار 4 سنوات ماكو مطر. وإن شاء الله هالسنة ما يمطر لأن السقف عيخر علي وأنت أعلم بحالي يا رب. البذور كما هي، صار لي 15 يوم طاش البذور كما هي. إلهي يا ربي اسخن الغيث يا رب، البذور راحت انتهت يا ربي. هالسنة همين جفاف، أقوم أبلغ العالم حتى نطلع للدعاء الاستسقاء. البذور انتهت يا الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. باكر جمعة نطلع للدعاء الاستسقاء، لكن تجي باكر إن شاء الله. إن شاء الله ورا صلاة الجمعة إن شاء الله موجودين بخير وذلة. الله وياك. السلام عليكم. هلا جاري حسن، هلا وسهلا، حياك الله. يا هلا. انتهينا من الجفاف، باكر إن شاء الله ورا صلاة الجمعة نطلع للدعاء الاستسقاء، لكن تجون إن شاء الله. صار لنا 4 سنوات نطلع، هالسنة يبين هم جفاف. أخوي لا تقطع عملك من رب العالمين، الله كريم إن شاء الله ورا صلاة الجمعة نجيك. تمام. هاي السلام عليكم. وعليكم السلام. أبو محمد وأبو رضا، خلينا نطلع الدعاء استسقاء. الزرع ماتت من العطش والحلال انتهى، خلينا نطلع بلكي تبطل الدنيا شي. صار لنا 4 سنة نطلع، إن شاء الله هم نطلع هذه السنة إن شاء الله. باكر ولا صلاة الجمعة، أنت إذا أحد يجي قدامك بلغهم، أنا من أروح للملة وهاي الجماعة أشوفهم حتى باكر ولا صلاة الجمعة. إن شاء الله يصير خير. اللهم اسقنا الغيث يا الله، وانشر علينا رحمتك يا الله، بغيثك المغدق يا الله، من السحاب المنساب يا الله، بنبات أرضك يا الله، المونق في جميع الآفاق يا الله، وامنن علينا يا الله، وامنن علينا يا الله بناء الثمرة يا الله، وحي بلادك يا الله، بلوغ الزهرة يا الله، وأشهد ملائكتك يا الله، كرام السفرة يا الله، بتقي منك نافق يا الله، دائما غزرا يا الله. اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ربي توجهنا عليك يا رب، الزرع انتهت من الجفاف يا ربي وحلالنا راح يا رب، استجب لنا دعانا يا رب يا ربي. يا الله. يا حسن، أتدري لماذا لم تمطر السماء؟ لماذا؟ لأنه بينكم رجل من الفقراء اسمه شوقي، وإذا مطرت السماء فإن ذلك يكون عليه بلاء، حيث أن بيته لا يحميه من قطر السماء، ولذلك رأفة به
لم تروا استجابة للدعاء. هذا الحلم اللي بيه معنى كبيرة. صار لنا 4 سنوات ندعي، وهذا الحلم إشارة لي وللمنطقة. الساعة 2:30 بالليل، باكر الصبح أبلغ المنطقة أقول بيت حج شوقي يخر لجانب العلم. يجوز هذا السبب، صار لنا 4 سنوات ندعي وماكو مطر، جفاف. يجوز هذا السبب. خلنا أمسح. السلام عليكم. عليكم السلام. حسن خير؟ ولا أنا شفت رؤية غريب أعتقد بها معنى. خير إن شاء الله. قول. ملانا اجا واحد لابس أبيض وبالحلم قال لي: يا حسن، أتدري لماذا لم تمطر السماء؟ لأنه بينكم رجل من الفقراء اسمه شوقي، وإذا مطرت السماء فإن ذلك يكون عليه بلاء، حيث إن بيته لا يحمي من قطرة السماء، ولذلك رأفة به لم تروا استجابة الدعاء. يعني شو تشوف هذا بيه معنى؟ يعني رب العالمين ما يستجيب دعانا إلا خلينا نشوف هذا شنو. هذا الرؤيا بها معنى. خلي نجمع المنطقة ونروح على هذا الفقير. تمام ملانا. هسه أنا أروح أبلغ المنطقة وأجهز المواد اللي شي يحتاج ونتوكل. هسه أجي أخذك بالسيارة. يلا. أهلا وسهلا. ستار، هذول منو؟ ايش يريدون؟ جيت يا ستار. خطية حاد وحيل تعبان. اي والله. اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حجي، لميت أهل القرية وجينا عندك، قلنا ايش تحتاج ايش ما تحتاج، احنا مثل ولدك واحنا خادم لك. ايه، لان انت وحدك ما تقدر تشتغل بالبيت، حتى نقدر نساعدك اذا عندك شيء. الله يرحم والديكم شباب، اهل قريتي الله يحفظكم جميعا. الحمد لله اكل والشرب عندي، بس عندي طلب واحد عندكم. السطح مالي عيخر مي بالشتاء، إذا تقدرون تعالجوه الله يرحم والديكم، وإذا ما تقدرون هم الله يرحم والديكم. والحمد لله والشكر هذا 4 سنوات ماكو مطر، من يصير مطر بالليل أتبهدل ما أعرف وين أروح. تدلل حجي. يلا سعد. سعد، جيب رجع السيارة. يلا جيب الكرك. يلا نزل الرمل غادي. يلا جيب السمنت. يلا سريع. بسم الله. هالشغلة فعلا غريبة، هذول كبار جايبين رمل وحصول جايين يصبون السقف مالي.
هالشغلة فعلا غريبة، منين عرفوا؟ يعني ما حد ما يعرف غير رب العالمين ان السقف مالي عيخر، وما اشتكيت الا الله غيره. يلا يلا شباب ابطال جيب الماي جيب الماي هسه. اللهم اسقنا الغيث وانشر علينا رحمتك بغيثك المودق من السحاب المنساب. حجي راح تنام مرتاح ان شاء الله بعد ما يخر بيتك، وخلصنا كل 15 يوم امر لك اذا احتاجت شيء نحن حاضرين، بس لا تنسى دعائك لان هاي صار لنا كم سنه جفاف. يرحم والديك. الله يرحم والديكم ولادي اهل قريتي، فعلا اليوم فرحتوني، الله يفرحكم ان شاء الله يا رب. الله راح ينزل الغيث، وإن شاء الله مثل ما فرحتوني الله سبحانه وتعالى يفرحكم ويحفظكم ويحفظ أولادكم. يلا حجي احنا نترخص، جيب غراض على راسي. ثاني مشكور. يلا شباب يلا، الله يفتح بوجهكم إن شاء الله. رحم الله والديكم جميعا. الله والديكم. فرحتوني، الله يفرحكم ورحم الله والديكم. هسه أنا راح أنام مرتاح، ما أفكر بالمطر. صبوا لي السقف والله يرحم والديكم. الحمد لله والشكر يا رب. أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا الله يا الله انت ارحم الراحمين يا الله. الله اكبر جل جلالك يا رب. الله اكبر. بعد تكرار الذهاب إلى الصحراء وإقامة صلاة الاستسقاء، ولم تكن هناك استجابة للدعاء، ولم تنهمر السماء بقليل من الماء إلا بعد أن علموا الناس معاناة الشخص الفقير وقاموا بترميم منزله، ثم بعد ذلك استجاب الله دعاءهم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.